ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تخيل معايا كده واحد وزنه 135 كيلو، فاشل في الدراسة، بيشتغل شغلانة بسيطة جدا وخايف من كل حاجة تقريبا. هل ممكن الشخص ده يبقى جندي قوي بيتمرن تمارين قاسية وبيجري أكتر من 160 كيلو بدون توقف؟ خليكم معانا عشان تعرفوا التفاصيل بتاعة أقوى رجل في العالم حاليا، وهو ديفيد جوجنز. طيب يا صديقي، القصة دي مش خيال، دي قصة حقيقية، قصة واحد اسمه ديفيد جوجنز، الراجل اللي قرر يحارب مش العالم لكن نفسه. وهنتكلم عن قصة الراجل ده من كتاب Can't Hurt Me، أو لا يمكنك إيذائي. يلا بينا نعرف قصة الراجل ده من البداية للنهاية. اتولد ديفيد سنة 1975 في أمريكا، وطبعا ما كانش فيه الحياة الوردية زي اللي بنشوفها دلوقتي، اللي بنشوفها في أفلام هوليوود والأفلام الكبيرة. لأ، كانت حياته قاسية جدا. هو أب عنيف، وكان بيضربه هو وأمه، واضطر يشتغل كمان وهو طفل، وكان بيعاني طبعا من العنصرية في المدرسة. وده كل ده خلى عنده خوف دائم وثقة بالنفس طبعا شبه معدومة. يلا بينا يا صديقي نكمل القصة بتاعتنا. كبر ديفيد يا صديقي بس مش لأحسن، وزنه زاد جدا، وبقى بياكل علشان يهرب من مشاكله، وفشل في الدراسة، واشتغل شغلانة بسيطة جدا. كان شايف حياته خلصت كده، لا عنده هدف ولا طموح ولا أي أمل في حياته خالص. وفي يوم طبعا شاف فيديو عن قوات النخبة الأمريكية يا صديقي، ناس قوية مفيش حاجة بتكسرهم. في اللحظة دي حصلت حاجة غريبة جدا. ديفيد قرر وقال أنا هبقى واحد منهم. بس المشكلة كان محتاج يخس حوالي كده 45 كيلو في وقت قليل جدا. وبدأ يتمرن مش تمرين عادي، لأ، يجري وهو تعبان، ويتمرن وهو مصاب، ويكمل حتى لو جسمه بيصرخ. وخس الوزن فعلا، وقدم في الاختبارات. بعد كده يا صديقي دخل تدريب النافي سيلز، واحد من أصعب التدريبات في العالم. في مرحلة كده كان اسمها أسبوع الجحيم. دي أيام كان بدون نوم، برد شديد، تعب غير طبيعي، ناس كتير بتستسلم وبتمشي. وديفيد فشل مرة واتنين، لكن رجع تاني وفي المرة التالتة نجح. وبعد كل ده يا صديقي ديفيد اكتشف حاجة مهمة جدا، إن الجسم مش هو المشكلة، العقل هو اللي بيوقفك. وابتكر فكرة اسمها قاعدة 40%. يعني إيه يا صديقي؟ لما تحس إنك خلصت فأنت لسه مستخدمتش غير 40% بس من قوتك، يعني كمان لسه فاضل 60% أنت مستخدمتهمش، فأنت لسه عندك قوة رهيبة تستخدمها. وديفيد كان مؤمن بالفكرة دي جدا في كتابه Can't Hurt Me. كمان يا صديقي الراجل ده مجنون مش طبيعي. بعد الجيش موقفش، بدأ يجري سباقات مستحيلة، 100 ميل و160 كيلو. وشارك في سباق باد ووتر، ده كان واحد برضو من أصعب السباقات في العالم. كان بيجري برجل مكسورة أحيانا، كانت مشروحة طبعا في الكتاب بالتفصيل. وهو الكتاب طبعا انت لو حبيت تقراه مليان تفاصيل اكتر بكتير، بس انا بحكي لك النهارده نبذة عنه فقط لا غير. الكتاب كبير جدا وفي قصة حياته كاملة. طيب خلينا نكمل. ديفيد في كتاب كانت هارت مي قال في فكرة بسيطة، قال ان مفيش حاجة تقدر تكسرني غير لو انا سمحت بكده. كان راجل قوي وعنده عزيمة وإرادة غير طبيعية. يا صديقي، قصة ديفيد جوجنز مش عن الجري ولا عن الجيش، دي قصة عنك انت، عن اللحظة اللي تقرر فيها تبطل تهرب وتواجه نفسك. يمكن انت مش هتمر بالظروف اللي تعرض لها بطل حكايتنا، لكن ممكن تبقى أقوى نسخة من نفسك. السؤال هنا يا صديقي، هتفضل زي ما انت، ولا هتبدأ من النهاردة وانت كمان عندك ظروف كويسة وإمكانيات، بس انت ممكن تكون مكسل حبتين تلاتة؟ فحاول تبدأ من النهاردة يا صديقي. طيب يا صديقي، وفي النهاية الكتاب بيقولك ببساطة انت أقوى بكتير مما تتخيل، بس محتاج تضغط على نفسك وتواجه ضعفك. ودي كانت قصة ديفيد جوجنز، وازاي تحول لشخصية عظيمة وجندي قوي. ولو عجبكم طبعا الفيديو متنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا اشوفكم فيديو جديد.